لو كتبت في جوجل الشرقاوي هيطلع لك 500 واحد، بس من وسط كل دول الناس قالت لي لازم تجرب الفرع ده. عشان كده احنا في المعادي تحديدا في شارع السعادة قدام مطعم مراسي عشان نجرب شرقاوي المعادي. المحل ده متخصص في 5 حاجات: كبدة بالردة، مخ، جمبري، فيليه، ورقم 5 هتصدمك زي ما صدمتني. بس قبل ما نبدأ الفيديو ده كده، انا في ناس كتير قوي تصوروا معايا اليوم ده وفي الايام عامة، فبعد اذنكم ما تنزلوا الصور كده يا شباب، نزلوا الصور خلينا نتبسط. المهم وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ على طول. انا اصلا كنت مستني واحد صاحبي فقلت اسخن كده في الاول بالسلطات. كان في طحينه وسلطه خضراء وويسكي حلال وسلطه الشرقاوي الشهيره وهي سلطه الكبده. اخدت لي رغيف كده ودخلت بقلب جامد. الطحينه الصراحه كان طعمها حلو قوي وطعم السمسم فيها كان باين. وبعد كده دخلت في سلطه الكبده اللي بتكون عباره عن صلصه وكبده متقطعه صغير وبصل ولسان عصفور وشويه التوابل بتاعتهم. هي برضو صراحه كان طعمها حلو قوي، بس الفكره كلها ان الكبده كانت محتاجه تزيد شويه عشان باقي الحاجات كانت مغطيه على طعمها. ميه السلطه بين قوسين الويسكي الحلال كانت عالميه، واكيد بالتبعيه السلطه الخضراء برضو كانت جامده. بعد كده لقيت صاحبي طول بقى والاكل كان هيبرد، فقلت ما بديهاش انا هخش في التقيل. فطبعا ما ينفعش ابقى في الشرقاوي وما ابتديش بالكبده اللي بالرده. اخدت واحده كده قطعتها من النص، بصوا هي دايبه كانت بتتقطع بسهوله خالص، وبعدين لما دقتها هي نظيفه مش مزيته، طعمها حلو. فعامه الكبده بالرده كانت عجباني قوي. انا اخر مره دقتها الصراحه من المحل هي برضو كان طعمها حلو بس كانت مزيته جدا. وبعدين ما ينفعش تاكل كبده بالرده من غير طحينه، فاخدت واحده وغمستها بالطحينه. بصوا هي مزجتني الصراحه، طعم الطحينه والكبده مع بعض الاتنين كان طعمهم حلو قوي. جربتها برضو بسلطه الكبده، هي كانت كويسه بس الصراحه بالطحينه احلى. بس هو عنده حاجه مختلفه بقى عن باقي الشرقوه، ان هو بيجيب لك توابل كده على جنب وانت بقى تحط منها براحتك. وعامه انا ساعه ما جربت الكبده بالتوابل دي، هي طلعت توابل الشرق الاقصى عادي يعني، بس هي واخده الطعم في مكان مختلف. يعني ما تحسش ان انت بتاكل كبده بالرده عاديه كده، لا هي مخليه الطعم مختلف شويه، مختلف حلو عامه. بس انا فضلت اكتر الكبده لوحدها. فممكن تعمل زي كده تخليه يجيب لك التوابل على جنب وانت بقى تحط منها براحتك، عايز تحط قليل تحط كتير ما تحطش خالص، دي حاجه ترجع لك. دخلت بعد كده بقى على المخ، وانا اصلا كنت طالب ربع مشكل كبده ومخ، كان سعره 85 جنيه. دقت لي واحده كده في الاول لوحدها من غير توابل من غير اي حاجه. بص هو انا مشكلتي مع المخ ان هو ملزلز شويه او دايب كده خالص، فالقوام بتاعه ده ما بيشدنيش الصراحه. وهو اصلا برضو كطعم انا دوقته قبل كده من محل كرهني في المخ كله، فانا بالنسبه لي ما بفضلوش. بس الصراحه صاحبي لما جه عجبه قوي. فممكن اللي راحوا قبل كده المحل ده يكتبوا لي رايهم في المخ في الكومنتات تحت. تالت حاجه جربتها بقى الجمبري، ولسه هدوق لقيت ميه السلطه وقعت غرقت الترابيزه كلها، يعني الحمد لله. المهم مسحت الترابيزه بقى كده وحاولت انقذ ما يمكن انقاذه، وبعد كده مسكت الجمبريه تاني. هي الصراحه حجمها كان كويس، وبعد كده دقتها. هو انت حاسس بطعم الجمبري التوابل اللي فيه خفيفه خالص، وعامه برضه بالطحينه كان طعمه حلو، وبرضه بالتوابل بتاعت الشرق الاقصى دي برضه كان لذيذ. عامه سعر ربع كيلو الجمبري ب 110 جنيه. بس اللي كان نفسي يعملوه فيه بقى هو ان هم يخلوا طبقه الكراست اللي بره دي زي الفيليه اللي انا جربته بعدها. الفيليه ده بقى يا سيدي سعر الربع كيلو بتاعه 70 جنيه. انت بتمسك القطعه كده اول ما تقسمها، هي بتتقسم معاك ما بتحتاجش مجهود خالص. لونها ابيض خالص من جوه، تحس انها تشيكن ستريبس كده بس بالسمك. بس السمك اللي جوه التتبيله بتاعته برضو كانت خفيفه زي الجمبري، بس عامه لما بتعصر عليه ليمونه الموضوع بيبقى في حته تانية خالص. بس ده دونا عن الباقي كله، طعم توابل الشرق الاقصى عليه الصراحه ما كانتش ماشيه قوي. اخر حاجه بقى واللي صدمتني فعلا هي الستريبس. اولا لونها ذهبي من بره حلو قوي، ثانيا الشونكس بقى اللي فيها او طبقه الكروست اللي بره دي الصراحه كان شكلها جامد. وتالت حاجه لما بتقسمها من النص لا هي نظيفه ومش مزيته. وبعدين لما بتدوها عارف انت في تتبيله كده جوه، لا هي التتبيله حلوه الصراحه. يعني انا الستريبس دي كانت مفاجاه وصدمه بالنسبه لي ان محل الشرقاوي بتاع الكبده والمخ بيعمل فراخ حلوه كده. انا اصلا قعدت اعزم على الترابيزات منها والله، وقعدت اعزم على الناس اللي ماشيين. الصراحه الفراخ كانت فعلا حلوه قوي. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، المحل ده الصراحه من المحلات الكويسه قوي اللي انا جربتها في الفتره الاخيره. ولو انت هتروح هناك لازم تجرب الكبده اللي بالرده والفراخ الستريبس، الاتنين دول حقيقي رائعين. يجي بعدهم الفيليه والجمبري، وفي الاخر المخ، بس ده عشان انا نفسي ما بفضلوش، لكن صاحبي اللي كان معايا بالنسبه له المخ كان جامد قوي. وما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو جربتوا المحل ده قبل كده ايه رايكم فيه، وبتحبوا تاكلوا كبده بالرده منين. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.